تفجرها بقرار عاجل ومباشر بعدما وقع بالسمارة. فرنسا تفجرها وتقرر الاعتراف بالصحراء المغربية بأول قرار. البوليساريو تخرج وتكشف حقائق صادمة عن ما وقع بسمارة. الولايات المتحدة توجه صفعة جديدة لجبهة البوليساريو بمجلس الأمن. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الأول أخبار المغرب. المغرب يفجرها بقرار عاجل ومباشر بعدما وقع بالسمارة. علق ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال على تفجيرات سمارة التي أدت إلى وفاة أحد المواطنين وإصابة 3 آخرين. وتابع هلال في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة بنيويورك مساء الاثنين أن المغرب لا يتهم أحدا فيما تقوم السلطات بالتحقيقات اللازمة، مردفا نحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي. واعتبر هلال أن المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر وهو البوليساريو التي قامت بنشر بلاغ تشير فيه إلى استهدافها مدينة سمارة. وأوضح المتحدث أن قوات المينورسو جاءت بسرعة إلى أماكن الحادث وعاينت التفجيرات في أماكن مدنية وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة. وزاد هلال أن تفجيرات سمارة مست مناطق مدنية وصناعية ولا تعرف وجودا عسكريا، مضيفا أنها أدت إلى وفاة شاب مغربي قدم من فرنسا وبرحيله نعتبره شهيدا. تجدر الإشارة إلى أن الحادث دفع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أمس إلى تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي حول الحادثة، مؤكدا حرصه على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث. فرنسا تفجرها وتقرر الاعتراف بالصحراء المغربية بأول قرار. أكد مندوب فرنسا في مجلس الأمن نيكولاس دي ريفير استمرار بلاده في دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، داعيا أطراف النزاع إلى العودة إلى مسلسل الموائد المستديرة. وأشاد دي ريفير خلال جلسة مجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية باعتماد مجلس الأمن لقرار تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، معبرا عن دعم فرنسا للمجهودات المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وزيارته الأخيرة للمنطقة وعقد مشاورات إيجابية مع الأطراف المعنية. كما نوه مندوب فرنسا في مجلس الأمن بالعمل الذي تقوم به بعثة المينورسو من أجل تهيئة الظروف اللازمة لمواصلة العملية السياسية، مؤكدا على ضرورة ضمان حرية تنقل عناصر البعثة وضمان انتظام الإمدادات لها. وعبر نيكولاس دي ريفير عن قلق فرنسا من انتهاكات وقف إطلاق النار، داعيا المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل تسهيل العملية السياسية. وأكد مندوب فرنسا أن هذه الأخيرة تدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبول من الأطراف، مضيفا بقوله: أذكر بالدعم التاريخي لفرنسا لمخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب على الطاولة منذ 2007. وأضاف المتحدث أن بلاده تحث جميع الأطراف على الالتزام بالتوصل إلى حل براغماتي وواقعي ودائم ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة من أجل استئناف مسلسل الموائد المستديرة. الولايات المتحدة توجه صفعة جديدة لجبهة البوليساريو بمجلس الأمن. جددت الولايات المتحدة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره مقاربة جادة وذات مصداقية وواقعية من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في مداخلة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 2703 الذي يجدد ولاية المينورسو حتى 31 من أكتوبر 2024 إن الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا. وأعربت الدبلوماسية عن سعادة الولايات المتحدة بتجديد مجلس الأمن تأكيد دعمه للمبعوث الشخصي ستيفان دي مسترا والمينورسو من خلال اعتماد هذا القرار. وأشارت إلى أن مجلس الأمن بعث برسالة واضحة مفادها أن علينا تكثيف الجهود للمضي قدما دون مزيد من التأخير نحو تسوية دائمة لقضية الصحراء. وقالت: ندعو مجددا جميع الأطراف إلى الانخراط في الحوار بحسن نية مع المبعوث الشخصي والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم. وفي تحذير لميليشيات البوليساريو الانفصالية المسلحة، أبرزت الدبلوماسية الأمريكية ضرورة احترام حرية حركة المينورسو والحفاظ على سلسلة لوجستية وإمدادات آمنة ومنتظمة لمواقع فرقها. وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام مجددا، تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في هذا القرار الجديد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب في سنة 2007 باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد لهذا النزاع، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن. البوليساريو تخرج وتكشف حقائق صادمة عن ما وقع بسمارة. اعترف ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة بمسؤولية الحركة المدعومة من الجزائر تجاه استهداف مناطق مدنية في مدينة سمارة، قائلا إن الجبهة انخرطت في حرب مع المملكة منذ تحرير معبر الكركرة سنة 2020. وأورد ممثل الجبهة أن عمر هلال أشار في كلمته إلى بلاغ قواتنا الذي استهدف مدينة سمارة، وهذا الأمر هو نتيجة حرب نخوضها والتي تستهدف بالأساس أي منطقة بها تواجد عسكري مغربي. وردا على جواب وجود ضحايا مدنيين، قال المتحدث إن ذلك سمعناه في وسائل إعلام مغربية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن المغرب أيضا يستهدف عبر الدرونات ما سماه بمواطنين صحراويين.
ولدى سؤاله حول علاقة الهجمات التي ذكرها بيان البوليساريو الأحد في سمارة والفرسية والمحبس بالانفجارات الأربعة بسمارة، أفاد ممثل البوليساريو أن البوليساريو تخوض حربا تهاجم فيها كافة المواقع المغربية، مضيفا: ليس سرا، نحن في حالة حرب على الرغم من عدم اعتراف المغرب، مردفا أن البوليساريو لم تهاجم المدنيين بينما تسبب المغرب في مقتل 24 مدنيا من ضمنهم صحراويون وجزائريون وموريتانيون على حد زعمه. وكان سفير المملكة المغربية ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة قد أكد في ندوة صحفية تلت جلسة مجلس الأمن أن المغرب ينتظر المعلومات النهائية للتحقيقات الميدانية، مؤكدا عدم تحاهل المغرب لتلك العملية الخطيرة، مشددا: ما وقع في سمارة هي عملية إرهابية وستكون هناك عواقب وخيمة على المسؤولين عنها، موضحا أن المقذوفات الأربعة التي ضربت مدينة سمارة سقطت على أحياء مدنية أو صناعية دون أي منشآت عسكرية قريبة حولها، وتحيل هذه الأحداث إلى أعمال إرهابية، مؤكدا أن المغرب سيرفع نتائج التحقيقات التي يجريها إلى مجلس الأمن. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الاول اخبار المغرب. لم تهاجم المدنيين بينما تسبب المغرب في مقتل 24 مدنيا من ضمنهم صحراويون وجزائريون وموريتانيون على حد زعمه. وكان سفير المملكة المغربية ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة قد أكد في ندوة صحفية تلت جلسة مجلس الأمن أن المغرب ينتظر المعلومات النهائية للتحقيقات الميدانية، مؤكدا عدم تحاهل المغرب لتلك العملية الخطيرة، مشددا: ما وقع في سمارة هي عملية إرهابية وستكون هناك عواقب وخيمة على المسؤولين عنها، موضحا أن المقذوفات الأربعة التي ضربت مدينة سمارة سقطت على أحياء مدنية أو صناعية دون أي منشآت عسكرية قريبة حولها، وتحيل هذه الأحداث إلى أعمال إرهابية، مؤكدا أن المغرب سيرفع نتائج التحقيقات التي يجريها إلى مجلس الأمن. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الاول اخبار المغرب. لم تهاجم المدنيين بينما تسبب المغرب في مقتل 24 مدنيا من ضمنهم صحراويون وجزائريون وموريتانيون على حد زعمه. وكان سفير المملكة المغربية ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة قد أكد في ندوة صحفية تلت جلسة مجلس الأمن أن المغرب ينتظر المعلومات النهائية للتحقيقات الميدانية، مؤكدا عدم تحاهل المغرب لتلك العملية الخطيرة، مشددا: ما وقع في سمارة هي عملية إرهابية وستكون هناك عواقب وخيمة على المسؤولين عنها، موضحا أن المقذوفات الأربعة التي ضربت مدينة سمارة سقطت على أحياء مدنية أو صناعية دون أي منشآت عسكرية قريبة حولها، وتحيل هذه الأحداث إلى أعمال إرهابية، مؤكدا أن المغرب سيرفع نتائج التحقيقات التي يجريها إلى مجلس الأمن. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الاول اخبار المغرب.